مثل ما بتعرفوا من قبل ما يتركها إبراهيم ويسافر على كينيا كانت شادو ناوية تعمل حفل زفاف يعني عرس، وكانت ناوية تصمم فستان عرس، وفعليا أخذت القرار وصممت فستان عند مصممة، وطبعا أعطتها الفكرة وكانت منتظرة إنه يطلع الموضوع. طبعا هي ما كانت تعرف إنها حامل، وبعدين اكتشفت إنها حامل. مع هيك حكت إنه بدها تعمل العرس وتصمم الفستان. وبعدين مثل ما شفتوا المشاكل اللي صارت، يعني إنه نشرت على حسابها كذا مرة تلميحات بالانفصال، وغير هيك شالت كل شي بخصها وبخص إبراهيم من حسابها الرسمي. فامبارح جهز فستان عرسها لشادو ونزلت صورته، وحكت اليوم انه للأسف ما رح ألبسه، لكن المصممة تعبت عليه وتعبت وهي تصممه وتعبت وانا احكي لها قصري وزبطي في الفستان، فانا يمكن هاليومين رح اعرض الفستان والبسه مشان اعطيها حقها للمصممة وحق تعبها يعني. وبنفس الوقت حكت ولمحت انه للأسف كانت حابة تلبسه كتير وكانت تتمنى هذا الشيء لكن ما رح تلبسه. فرح لكم حكي شادو عن موضوع الفستان العرس. يعني وقستوا علي، حفرجيكم اياه بس لازم اعملها. البنت احكي عن شغلها وعن الاشي اللي عملته عشاني وعن الوقت اللي ضيعته. صراحة هي تستاهل اني احكي عن شغلها، فان شاء الله راح افرجيكم اياه على الواقع، حتشوفوه على الواقع. بس للأسف الشديد ما حيكون لي نصيب اني البسه وعادي يعني. يمكن كان هذا التصميم هو اللي كان حلمي، كنت نفسي اني البس هذا الفستان، بس خلاص راح افرجيكم اياه وافرجيكم كيف طلع في النهاية. كتير بجنن على الواقع، كتير كتير كتير. هلا راح افرجيكم اياه كيف طلع لما احنا قررنا نعمله AI وكيف راح يطلع على الواقع. حفرجيكم اياه اول ما اجيبه، يمكن خلال هاليومين عم فكر اروح اجيبه، واذا بدي البسه حالبسه بس حيكون فوتوشوتينج عشان الصبية عن جد تعبت عليه وما بدي اضيع لها تعبها. بس يا بنات والا هو يعني خلاص بالنسبة لإلي كان له معنى كتير كبير، بس هلا للأسف الشديد ما له أي معنى. بس حيضل شيء أنا كان نفسي إني ألبسه. anyway أحيانا كتير هيك بتصير شغلات في الدنيا، شغلات إحنا بنكون نفسنا فيها وما بتصير بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها. بس المهم إنه إحنا ما نقسى على حالنا وما نضغط حالنا وما نوجع ضميرنا كتير، لأنه بالنهاية المكتوب مكتوب. كتير زعلت وتأثرت من كلام شادو لما شفتها قديش كانت حابة انه تلبس الفستان وتعمل عرس مثل غيرها وتفرح، بس هاي الفرحة ما كملت. واكيد هاي بالنهاية نصيب من عند رب العالمين، والمكتوب لازم تشوفه العين. بس فعليا حاسة بحزنه وحاسة بزعلة، بس يا رب ان شاء الله يكون لخير والله يعوضها بالخير يا رب ويعوض كل صبرة. عرفتوا كيف يعني؟ إن كان أنا نفسي ألبس بطريقة ما صار هذا الشيء فمو معناته آخر الدنيا، لا مش هيك الموضوع أبدا. الموضوع كليته إنه ما في، يمكن مش وقته. عرفتوا كيف؟ ما بعرف بدي أفهمكم إياها، بس راح أفرجيكم الصورة. لسه هو على الواقع حرفيا بجنن يعني. لما أنا صممت لي إياه وعملت لي إياه بالطريقة اللي بدها إياها، يسلم ريحانه، ما توقعت إنه يطلع هيك. ما بعرف، كتير حلو كتير حلو. فكنت يعني كان على أساس قبل الحمل إنه يلتبس، وبعديها عرفت إنه أنا حامل وهيك وتأجل كل الموضوع، وبعديها خلص يعني حسيت إنه ما له أي داعي. فهلأ يعني عشان البنت عن جد والله تعبت عليه واشتغلت عليه، كنت دايما احكي لها مثلا بده تقصير، بده تخصير، بده تطويل عارفين. فاكيد هذا الاشي على اي ديزاينر، على اي مصمم ازياء، على
أي حدا حيكون الموضوع متعب طبعا. فبما إنه كان شغلها وبما إنه كنت أنا يعني عم أعطيها يعني الأسلوب والهذا كيف بدي إياه، والله كتير حلو، كتير حلو ملكي. هو مو تقيل كمان، هذا أحلى شيء. ماشته ما كانت تقيلة، أنا حاسة حالي ببيعكم إياه بس أنا هو ما كان تقيل، بس كان يعني لما شفته أنا انبهرت فيه. وكان المنديل المفروض إنه أنا ححط منديل، والمنديل عملت لي إياه كتير طويل، تعرفوا زي الطرحة طويلة بس هو منديل كتير طويل، كان طعمي كتير مرتب. بس anyway بلكي أنا جبته وفرجيتكم إياه، يمكن حبيت كتير انه شادو رغم ما رح تلبس الفستان وانه كل احلامها يعني دمرت بالفستان، ومع هيك ما اكلت حق المصممة وحابة انه تعلن لها وتعطيها حق تعبها. فكتير حبيت موقف شادو. والله يعوضك خير ان شاء الله، وان شاء الله يا رب ادعوا لها كلكم صبايا المشاكل اللي بينها وبين ابراهيم تنتهي ويرجع لها، وممكن ان شاء الله باذن الله تعمل العرس بعد ما تولد، بيكون عندها ابنها ايلان والبنوت الجديدة. الله يحميهم يا رب، والله يعوض صبرها خير، وإن شاء الله يا رب بإذن الله كله لخير. ربنا أكيد لما يعطينا أي شيء بحياتنا أو يصير معنا أي موقف بحياتنا بيكون درس وخير للبني آدم، فإن شاء الله يا رب يكون خير، والله يعوض صبرها زي ما حكينا. والكل يدعي لها لشادو، إنسان كتير طيبة بس حظها قليل بهالدنيا. وبهيك بيكون انتهى الفيديو لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم، وما تنسوا حبايبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد بنزله بالقناة. وبشوفكم بفيديو جديد وخبر جديد. من هون لوقت بقولكم سلام بأمان الله وحفظه.